ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي حلقه جايين نتكلم فيها عن توقعاتنا لكل الماتشات اللي هتتلعب في الجوله الرابعه في البريمير ليج. ما اكدبش عليكم هي حلقه جديده بالنسبه لي، بقالي كتير قوي ما عملتهاش ومش عارف لو هعملها تاني ولا لا، على حسب برضه ما اسمع رايكم تحت في الكومنتات هل الفكره عجبكم ولا لا. بكل بساطه اللي بيخليني عايز اتكلم عن الجوله قبل ما تتلعب مش بعد ما تتلعب، ان بحس احيانا لو انت بتيجي تتكلم على الماتشات بعد ما تكون خلصت غصب عنك نتيجه الماتش بتاثر عليه. يعني مثلا لو مدرب عمل ماتش حلو جدا بس اخفق في تبديله واحده هتطلع بعد الماتش تقول عليه ان هو مدرب حمار. مش بتكلم هنا عن الناس اللي بتحب تظلم مدرب او لاعب بعينه، بتكلم حتى لو غصب عنك ممكن رايك يتاثر بالنتيجه اللي شفتها في الاخر. عشان كده بحب اتكلم عن الماتشات قبل ما تتلعب بحيث ان انت تبقى عارف رايي الحقيقي في كل شيء، وبعدين بقى لو عندي نقط معينه عايز اتكلم عليها او حاجه معينه عايز اناقشها معاك ممكن ابقى اتكلم عنها في حلقه مختلفه بعد ما الماتشات تتلعب. فقولوا لي لو حابين حاجه زي كده تتنفذ فعلا وتبقى متكرره دايما معانا. وما تنسوش كالعاده اللايك والشير والسبسكرايب، حقيقي بيساعدونا وبيحمسونا ان احنا نكمل. واحب افكرك النهارده اليوم ال 65 في تحدي ال 100 يوم، التحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه لغايه لما نشوف في نهايه المده وصلنا لكام مشترك على اليوتيوب. فالسبسكرايب حقيقي بيحمسنا. كمان لو حابب تنتسب في قناه وتبقى واحد من منتجين البرنامج تلاقي زرار الجوين موجود جنب زرار السبسكرايب، تقدر تدوس عليه، او لو بتتفرج على الموبايل والزرار ده مش ظاهر لك هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن وفي اول كومنت، عشان لو بقيت واحد من منتجين البرنامج هيتكتب اسمك في نهايه كل حلقه. وطبعا شكر خاص لكل الممبرز الموجودين حاليا في القناه. طيب يلا بينا ندخل على التوقعات، يلا بينا. طيب نبدا بماتش مانشستر يونايتد وساوثهامبتون. مانشستر يونايتد بدايته في الموسم مش حلوه خالص. اللي فيكم شاف حلقه الترانسفيرز اللي عملتها بعد ما الترانسفير ويندو قفل قلت لكم ان انا عجبني جدا الصفقات اللي عملها مانشستر يونايتد السنه دي، لكن حتى الان ما شفناش اي نتائج منها في ارض الملعب. يعني مثلا صفقه اوجارتي دي لسه ما لعبش واللي بيلعب هو كاسيميرو اللي واضح جدا جمهور مانشستر مش حابه. على الجانب الثاني المدافع الشاب اللي اسمه لاني يورو، انا شخصيا بتوقع ان هو كان هيبدا السيزون اساسي ب 100%، لكن الاصابه اللي جات له في البري سيزون ابعدته بشكل كبير. دي ليخت حتى الان ما دخلش في الاجواء قوي. ممكن نقول الصفقه الوحيده حتى الان اللي نزلت الملعب وعملت مفعول جامد كانت صفقه مزراوي. حتى زيركزي في الهجوم جاب جون بس ما عملش امباكت كبير في الدوري حتى الان، بس بكل تاكيد لعيب كويس ولعيب بتوقع منه حاجات كتير كويسه الفتره اللي جايه. ما علينا بقى، بدايه وحشه جدا لمانشستر يونايتد في الدوري. كسبوا اول ماتش بصعوبه جدا قدام فولهام 1-0، بعد كده خسروا قدام برايتون 2-1، وبعد كده خسروا ماتش على ارضهم قدام ليفربول 3-0. عشان تبدا ناس كتير قوي تنادي وتقول ان تان هاج لو السنه دي على الكريسماس كده ما كانش من ضمن التوب 4 لازم يمشي من النادي. فهنشوف ايه اللي هيحصل. بس توقعي الماتش ساوثهامبتون ده بالذات، مانشستر يونايتد رغم ان هو بيلعب بره ارضه وبيلعب على ارض ساوثهامبتون الا ان هو هيقدر يكسب و2-0، وده بسبب حاجتين. اولا يونايتد هيبقى حابب ان هو لازم يرد اعتباره تاني، وتان هاج عارف ان هو مش في امان خالص. تاني حاجه مهمه جدا لازم تحطها في دماغك ان الفرق اللي بيلعبوها فرقه ملط. ساوثهامبتون حتى الان يا جماعه في الدوري فرقه وحشه جدا. ماتش برينتفورد في الجوله الثالثه ده باين قد ايه هم فرقه دفاعيا وهجوميا وكل شيء ما جاتش خالص، وبنسبه كبيره جدا بتصارع على الهبوط السنه دي. فده اللي مخليني عندي احساس ان مانشستر يونايتد ممكن يستغل ماتش زي ده يرجع الثقه تاني في لعيبته وفي المدرب. نروح بقى لماتش برايتون وابسويتش تاون. بتوقع ان برايتون يكسب الماتش ده ويكسبه بسهوله نوعا ما. لو هتوقع نتيجه معينه هقول 2-0 لبرايتون. اللي بيخليني اتكلم بثقه قوي كده ان ما شفتش اي حاجه من برايتون تديني احساس ان انا ما ينفعش احط ثقتي فيهم، وفي نفس الوقت برضو ما شفتش اي حاجه من ابسويتش تاون تخليني احط ثقتي فيهم. بدايتهم في البريمير ليج ماتشات صعبه، بيلعبوا ليفربول وسيتي في اول جولتين وهم مش فرقه خبره في البريمير ليج، فطبيعي النتائج ما تبقاش احسن حاجه. لكن في نفس الوقت برضو دلوقتي بيلعبوا برايتون فرقه مش سهله خالص، فرقه عملت اول 3 جولات خرافيه، جابت 7 نقط، كسبت مانشستر يونايتد واتعادلت مع ارسنال في ارسنال. فلو قلنا ان ابسويتش تاون ما بيعملش كويس قدام الفرق اللي اتقل منه فبرايتون ينطبق عليه نفس الكلام. اللي يمكن يكون قلقني شويه من برايتون فكره ان هو كفريق نفسه عموما مش فريق كونسيستنت. شفناه مع ديزيربي، كنا احيانا بنحس ديزيربي عامل منهم احسن فريق في العالم، واحيانا تانية كنا بنقول عليهم فريق ملط. والمدرب الجديد اللي اسمه هورزلر ده 31 سنه، فبكده كده احنا كلنا متفقين سواء مدرب كويس او مش كويس فهو مدرب بدون اي خبره. مش هقول لك حتى خبره في البريمير ليج، لا ده ما لعبش حتى في البوندس ليجا، هو يا دوبك طلع فرقته من الدرجه الثانيه في البوندس ليجا الدرجه الاولى، ده اكبر انجاز في حياته. فهو ممكن يكون مشروع مدرب جامد جدا، بس في نفس الوقت برضه هل اقدر اراهن عليه؟ لا. بس ده حوار تاني، فكره ان انا مثلا لو جيت اتوقع هل برايتون هيخلص في التوب 6 ولا لا ممكن ساعتها اقول لك قلقان شويه. لكن من حيث الماتش ده لو بنتكلم على الجوله دي فاعتقد برايتون هيقدر يكسب ابسويتش تاون ومرتاح كمان. الماتش الثالث بقى ما عنديش كلام كتير قوي عليه، كريستال بالاس وليستر سيتي. ممكن نقول ماتش ما بين فرقتين ما اقنعوش قوي في اول 3 جولات. ليستر سيتي من اقل الفرق اللي عملت اكس جي او صناعه فرص في اول 3 جولات، فده ممكن يبقى علامه حلوه لكريستال بالاس هم يطلعوا بالكلين شيت في ماتش زي ده. بس برضو عندي احساس ان كريستال بالاس ما وراناش اي حاجه حلوه في اول 3 جولات، وحاسس ان هو كفريق لو كان اثبت لنا اي حاجه في الاول كنت ممكن اراهن عليه بشكل اكبر. ما زلت بتوقع ان هو هيكسب الماتش ده، وممكن تكون بدايه انطلاقه ليهم كويسه، وخصوصا ان احنا شفناهم السنه اللي فاتت في نهايه الموسم كانوا
كويسين جدا وفنشوا الكامبين بشكل كويس، فما زلت عندي احساس ان اول 3 جولات دي ممكن تكون عوامل كتير اتغيرت. فكره ان اندرسون المدافع بتاعهم مشي، فكره ان جوهي لغايه اخر لحظه ما كناش عارفين هيكمل ولا لا مع النادي، فكره ان اوليسي اتباع، ماتيتا كان مع فرنسا في الاولمبياد ورجع متاخر قوي فمجهد بشكل كبير، كانوا بيدوروا على مهاجم وجابوا نكيتيا في اخر لحظه، الضغط كله على ايزي، عوامل كتيره قوي ممكن ما كانتش مخليه في استقرار في النادي. لكن دلوقتي بعد الانترناشونال بريك ممكن مع ماتشاتهم السهله نوعا ما نبدا نشوف شويه نتائج كويسه ترجع لهم الثقه تاني في نفسهم. ما علينا يعني توقعي الشخصي كريستال بالاس هيكسب 2-1 ليستر سيتي. نروح بقى لماتش ويست هام. ويست هام بصراحه كفرقه عجبتني قوي في اول 3 جولات، يعني كان عندهم ماتش صعب جدا في اول جوله قدام استون فيلا وخسروا 2-1. الماتش كان سجال بشكل كبير جدا وكان اي حد ممكن يكسب او حتى كان المفروض الفرقتين يتعادلوا على اخر الماتش. كل فرقه من الاثنين عملت فرص. مش هقول لك ان ويست هام كان احسن من استون فيلا، ولكن برضه ما اقدرش اقول لك ان استون فيلا كان احسن من ويست هام. ويست هام السنه دي مع لوبيتيجي شكلها فرقه فعلا محترمه. بعديها في الجوله الثانيه قدروا ان هم يكسبوا كريستال بالاس بدومينيشن كبير جدا على ارض كريستال بالاس 2-0. كانوا الطرف الافضل بكل تاكيد. كريستال بالاس صنعت شويه فرص لما كان ايزي بيتحرك، لكن من غير ايزي كريستال بالاس ما جاتش، فطبعا ويست هام كان يستحق الفوز في الماتش ده. اما في الماتش اللي خسروه على ارضهم من مانشستر سيتي 3-1، الماتش ده ما بيعكسش اللي حصل فعلا على ارض الملعب. يعني ممكن نقول ان سيتي كان مسيطر بشكل كبير، وممكن نقول كمان هو يستحق الفوز، ولكن بشويه توفيق ويست هام كان عادي جدا ممكن يتعادل او يكسب كمان. لان بكل بساطه والنتيجه 2-1 لمانشستر سيتي الجوله اللي فاتت، قدوس جات له كره حلوه جدا حطها في العارضه في كاونتر اتاك عالمي عملوها على سيتي، كانت ممكن ساعتها تبقى نتيجه 2-2 والملعب بتاعهم يولع وسيتي بيلعب بره ارضه، فممكن يرتبك شويه ونلاقي ان الماتش يا اما بينتهي تعادل لويست هام او ويست هام بيقدر كمان يجيب جون الفوز. فتفصيله صغيره زي دي، فكره ان الكره ما دخلتش جون خبطت في العارضه وطلعت، غيرت مسار الماتش لغايه لما هالاند قام جاب الهاتريك بتاعه. ففي الماتش اللي جاي بتاعهم بقى قدام فولهام، انا بصراحه بتوقع ان هم هيرجعوا يكسبوا تاني. هم حتى الان لعبوا ماتشين على ارضهم خسروهم هم الاثنين، والماتش الوحيد اللي لعبوه بره ارضهم كسبوه. لو كسبوا فولهام كمان بره ارضهم يبقى هم كده ماشيين بالعكس حرفيا. بس توقعي الشخصي ويست هام يكسب 2-1. ليفربول بقى قدام نوتنغهام فورست، ماتش انا بالنسبه لي مثير جدا. اولا عايز اشوف هل ليفربول هيقدر يحافظ على الاكس جي القليل قوي بتاعه ده. بتكلم هنا عن الاكس جي اللي بيستقبلوه، يعني هو تقريبا اقل فريق في الدوري الانجليزي اتعمل عليه فرص في اول 3 اسابيع. ده يوريك قد ايه المنظومه الدفاعيه بتاعتهم منظومه قويه جدا. فعايز اشوف لو نوتنغهام فورست هيقدر يجيب فيهم جون ولا لا، وخصوصا ان الماتش يعتبر صعب على نوتنغهام فورست لانه بيتلعب في الانفيلد، وكالعاده اي فريق بيروح الانفيلد بيواجه صعوبه كبيره. عشان انا لسه بقول لك ان ليفربول هو اقل فريق طرح عليه فرص في اول 3 جولات، ثالث اكتر فريق بقى يبقى نوتنغهام فورست نفسه. فده لو يدل على شيء يقول لك ان ليفربول برده الماتش بتاعه مش هيبقى سهل قوي هجوميا. نوتنغهام فورست برده فرقه بتعرف تقفل بشكل كبير وبتعرف تلعب على التحولات، ولكن برده الانفيلد زي ما بقول لك ليه طابع خاص. عارف لو الماتش ده بيتلعب على ارض نوتنغهام فورست كنت اقول لك ممكن الماتش يبقى سجال وممكن يتعادلوا مثلا، ولا حتى نوتنغهام فورست يعمل مفاجاه ويكسب ليفربول. لكن عشان الماتش في الانفيلد فبتوقع ان الماتش يخلص 3-1 ليفربول. ليفربول هيكسب، هيسيطر، هيستمر كاول دوري، لكن ما اعتقدش ان هو هيحافظ على كلين شيت للجوله الرابعه على التوالي. كمان هبقى مهتم جدا اعرف للفرق الكبيره كلها لما يدخلوا على ماتشات الشامبيونز ليج هيبقى ده تاثيره عامل ازاي في الدوري، لان كل الفرق تقريبا عندها ماتشات تقيله في الشامبيونز ليج. فلما يبقى عندهم ماتش تقيل في نص الاسبوع ويبقى بعد كده عندهم ماتش على اخر الاسبوع، هل ده معناه ان احنا هنشوف شويه روتيشن في الملعب، ولا الفرق هتفضل مكمله باللعيبه الاساسيه بتاعتها ان احنا لسه مخلصين البري سيزون؟ بس ده تاثيره هيبقى عامل ازاي على اخر الموسم هنشوف. نروح بقى لماتش سيتي وبرنتفورد. بصوا الماتش ده منطقيا سيتي يكسب. برنتفورد عامل جولات حلوه في الاول، برنتفورد هجوميا خطير جدا، امبويمو وويسا عاملين خطوره كبيره، لعيبه كويسه جدا. لكن منطقيا وعلى الورق برضه احنا بنتكلم على السيتي، وجوارديولا نازل جازز ويقول لك في المؤتمر الصحفي قبل الانترناشونال بريك يقول لك ان كده البري سيزون بتاعنا خلص، بعد الانترناشونال بريك بقى الدوري الحقيقي يبدا. واضح ان هو هيبقى نازل عايز يقرقش الفرق، وشفناه ياما بيعملها قبل كده. فعلى الورق ومنطقيا اقول لك ان السيتي غالبا هيكسب ويكسب 3-0، ولا حتى لو قلنا ان هو مش بيعرفوا يطلعوا بكلين شيتس قوي فيكسبوا 3-1، ولا ماتش حتى لو سجال يبقى 4-2 حاجه كده مثلا. لكن مش عارف ليه والله العظيم ما عنديش اي منطق، مجرد احساس جالي، فهي حاجه مش كرويه. انا عندي احساس ان السيتي هيخسر الماتش ده، ما تسالنيش ليه حقيقي ما اعرفش. برنتفورد هيكسب 2-1 يا جماعه، احساس جايلي، احساس انا مش عارف جايلي بناء على ايه، بمنطق ايه ما اعرفش. ما حدش يسالني، ما حدش يفتكر ان انا جاي اظلم سيتي، عشان يا جماعه لازم تبقوا فاهمين ان في فرق ما بين الامنيات والتوقعات. انا مش نفسي ان سيتي يخسر، انا مش فارق معايا، هو بصراحه انا احب اشوف حد تاني بيكسب الدوري، بس مش دي الازمه في الجوله دي. لكن بجد الاحساس بتاعي كده وانا بتكلم، انا حاسس ان برنتفورد هو اللي هيكسب الماتش. ولو برنتفورد كسب الماتش ده الدوري هيبقى ولع، لان ارسنال لسه موقع نقط الجوله اللي فاتت، فسيتي هيوقع نقط الجوله دي، وانا بتوقع ان ليفربول يستمر في الفوز. فهل ده معناه ان احنا ممكن نبدا نقول ليفربول فعلا هينافس السنه دي، رغم ان انا بصراحه في بدايه الدوري ما توقعتش ان ده يحصل؟ بس خلينا ما نسبقش الاحداث ونبقى نشوف على الجوله اللي جايه. نروح بقى لاستون فيلا وايفرتون. بكل تاكيد وانا قلتها قبل كده في حلقه الفانتسي بتاعتي، ايفرتون
ولفرهامبتون بالنسبه لي هو اوحش فريق في الدوري حتى الان. فاجئني من كتر ما هو وحش. يعني انا كنت متخيل هينافس على الهبوط، ما اكذبش عليك، بس قلت هيبقى بيحارب ما بين المركز ال15 وال18، ما يبقاش صراحه كده ومن اول اسبوع هو المركز ال20. فرقه وحشه جدا جدا جدا. بيلعبوا الماتش ده ماتش صعب جدا على ارض استون فيلا قدام استون فيلا. ما عنديش اي امل ان هم يكسبوا ماتش زي ده او حتى يتعادلوا. فانا هقول ان استون فيلا يقدر ان هو يكسب 2-0. وبصراحه مهما كان ايه اللي هيحصل في الماتش، لو استون فيلا ما كسبش الماتش ده هيبقى استهبال من استون فيلا. وانا بقول لكم من دلوقتي، يعني ما حدش يجي يقول لي والله ايفرتون لعب ماتش حلو، مستحيل. فرقه وحشه مهما كانوا حاولوا وداسوا واجتهدوا، وده حقهم، بس هيكون تقصير من لعيبه استون فيلا، او هيكون يوناي امري عمال يفكر في ماتشهم في الشامبيونز ليج في نص الاسبوع. بس المنطق بيقول 2-0 استون فيلا. نروح بقى لتشيلسي وبورنموث. انا بقى مع تشيلسي بالذات ما بعرفش افصل ما بين التوقعات والامنيات. طبيعي بيأثر على رايي. انا طبعا بتمنى ان احنا نكسب بورنموث، وانا شايف ان احنا نقدر نكسب بورنموث. ما اعتقدش هنطلع بكلين شيت، لان احنا كفرقه بغض النظر عن ان احنا بنلاعب مين ما بنعرفش نطلع بكلين شيتس. فتوقعي ان تشيلسي يكسب 2-1. كان انترستنج جدا بالنسبه لي لما عرفت ان كول بالمر ما بقيتش مع تشيلسي في دور المجموعات او دور الدوري اللي بيتلعب في بدايه الكونفرنس ليج. ده لو بيقول حاجه فبيقول ان تشيلسي ضامن بشكل كبير جدا ان هو هيكمل الدور اللي جاي، وممكن بقى يبقى يأيده ابتداء من الجوله اللي بعديها اللي هي مثلا من الدور 16 ولا حاجه. وكده كده عايز يركز اكتر على كول بالمر يبقى موجود في الدوري في الماتشات الاصعب بشكل كبير. وانا اتفاجئت ولكن يعني لما جيت فكرت فيها ده منطقيا تمام. لو انت محتاج بالمر كمان يلعب لك في ماتشات قدام فرق في الكونفرنس ليج تبقى انت فرقه مل. اظن انت من اقل من فريق الاحتياطي تقدر تكسب، مش حتى دول هنعاني قدامهم، عيب. لكن نرجع بقى لماتش بورنموث. انا بتوقع ان تشيلسي يقدر يكسب الماتش ده، لان تشيلسي للامانه من السنه اللي فاتت على فكره من ايام بوتشيتينو وهي فرقه بتعرف تخلق فرص، بتعرف تروح بهجمات. وانا حاسس ان الفينش بتاعه الفريق الموسم ده احسن من السنه اللي فاتت. يعني للامانه لو في حاجه ممكن اقول على ماريسكا عملها كويس حتى الان، او بوادر ان هو ممكن يبقى بيعمل حاجه كويسه، الفينش بتاع الفريق. اللعيبه بتفنش بشكل افضل، لسه بيضيعوا فرص كتير. لسه شايف ان الجوله اللي فاتت لما تعادلنا مع كريستال بالاس كنا بكل سهوله ممكن نكسب الماتش ده. كان معانا سوء توفيق بشكل كبير، بنضيع فرص كتير لكن عموما بعد اول 3 جولات الفينش اتحسن شويه في الفرق. طبعا اكبر دليل على كده السته اللي اديناها الولز في الجوله الثانيه. فاتمنى ان احنا نرجع تاني لطريق الانتصارات ونكسب بورنموث فعلا، وانا بتوقع ان احنا زي ما بقول لك نكسب 2-1. نروح بقى لماتش ارسنال وتوتنهام. ماتش صعب جدا جدا جدا. لو الماتش ده بيتلعب على ارض ارسنال كنت اقول لك الماتش محسوم لارسنال، لان هو يعني الفرقه الافضل بكل تاكيد. مش هجمل كلامي، انا بحب توتنهام بحب بوستكوجلو او يعني قشطه متعاطف مع توتنهام شويه، لان هو فريق عمره ما هددني انا شخصيا كواحد تشيلساوي. عمري ما حسيت بعداوه بيني وبينه. وبوستكوجلو مدرب محترم جدا وبحب قوي شخصيته، فمتفاهم في نفس الوقت برضه متعاطف بشكل كبير جدا مع ارسنال، وشايف ان هم كانوا يستحقوا دوري على الاقل من ال2 دوري اللي نفسوا عليهم الدوريات اللي فاتت. لكن الماتش تقيل. فكره ان هو الديربي لندن بيتلعب في توتنهام، وارسنال بيواجه صعوبه كبيره جدا في فكره ان هو لسه متعادل ماتش برايتون، والماتش ده ماتش صعب جدا. وبعد كده هيلعبوا اتلانتا في الشامبيونز ليج في ايطاليا، جاسبريني بقى والشغل ده. وبعد كده هيرجعوا هيلعبوا السيتي في الاتحاد، ماتش برضه مش مضمون خالص. فانت ممكن تكون في عنق زجاجه حاليا. ال3 ماتشات دول ممكن يا اما تقريف الفرقه بشكل كبير، خليهم يحسوا ان خلاص مفيش امل في الموسم. تعال نقول مثلا تعادلوا قدام توتنهام وبعد كده خسروا قدام السيتي، وبعد كده بداوا الشامبيونز ليج بخساره ولا بتعادل، ممكن تقريف الفرقه. في نفس الوقت لو كسبوا 3 ماتشات مثلا، او لو كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتش بس، امسك بقى وشوف الفرقه هتاخد ثقه شكلها عامل ازاي. ف3 ماتشات مهمين جدا جدا جدا. لكن للاسف انا احساسي الشخصي وانا بصور الحلقه دي الماتش ده هيبقى تقيل قوي 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 قوي، وهيخلص تعادل ما بين توتنهام وارسنال. انا بقول 1-1. على فكره الاحصائيات ما بينهم هما الاثنين في اخر 5 ماتشات اتلعبوا على ملعب توتنهام قريبه جدا. يعني في اخر 5 ماتشات توتنهام كسب 3 وارسنال كسب 2، تقريبا متساويه، وما حصلش اي تعادل في اخر 5 ماتشات. فعشان كده عندي احساس ان الماتش ده هيخلص بتعادل بقى. بس طبعا ماتش مهم زي ده هحاول اتكلم عنه بعد ما يخلص، حسب برضو الجدول بتاعنا في الحلقات شكله عامل ازاي. ولكن لو ما قدرتش اتكلم عنه في حلقه مختلفه، ممكن لو عملنا الحلقه دي بقى الاسبوع اللي جاي بتاع توقعات الجوله ال5 نبقى نبص بصه سريعه على توقعاتي بتاعت الجوله دي. تعالوا بقى نروح للماتش الاخير معانا في الجوله، وهو ماتش ولفرهامبتون قدام نيوكاسل. انا برضو متوقع ان الماتش ده يخلص تعادل. نيوكاسل مش عاجبني في بدايه الدوري، توقعت منهم افضل من كده بكتير. للامانه في الفانتسي عندي امل ان هم حتى لما يتعادلوا 1-1 ايزاك يقدر ان هو يجيب جون، ولا حتى لو مثلا طلعت غلطان ونيوكاسل كسب ايزاك يعمل حاجه في الفانتسي. لكن كرويا انا مش عاجبني فرقه نيوكاسل، وعندي احساس ان الموسم ده، وانا قلتها في حلقه التوقعات من قبل الموسم يبدا خالص، قلت لكم ان انا بتوقع ان مهما نيوكاسل يعمل السنه دي، يعني مثلا بيست كيس سيناريو ما اعتقدش ان هو يقدر يعمل احسن من هو يدخل يوروبا ليج السنه اللي جايه. صعب جدا ينافس على الشامبيونز ليج في المنافسه الشرسه دي. قلت لكم حتى لو عمل كده انا بتوقع ان ادي هاو يمشي خلاص. نيوكاسل هيبقى طموحهم ان هم يجيبوا مدرب بروفايل اكبر. ممكن لو مفيش اي مدرب اتحرك وجاب توخل
ممكن تلاقيهم بيتحركوا بيجيبوا مدرب كبير زيه او اي حد تاني يعني ليه اسم عشان يطلعوا بقى بالبروجكت ده للليفل الاعلى. ده توقعي الشخصي. وقدام وولفز انا بقول ان هم هيتعادلوا 1-1. لو الماتش كان بيتلعب في السان جيمس بارك على ارض نيوكاسل كان هيبقى الموضوع مختلف، لكن بحس ان نيوكاسل حتى الان ما لهمش شخصيه قوي بره ملعبهم، وحتى احيانا جوه ملعبهم بتشطروا علينا احنا بس، قدام فرق تانية عادي جدا يخسروا ولا يتعادلوا ولا يتهببوا يعملوا اي حاجه. بس كده يا جماعه ده كان كل الكلام اللي عندي على الجوله الرابعه في البريمير ليج. توقعات سريعه، اتكلمت معاكم شويه على كل الماتشات. زي ما قلت لك في اول حلقه مهتم جدا 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 اعرف رايك تحت في الكومنتات في حلقه زي دي. هل شايف ان هي تستحق تستمر فعلا معانا ولا حلقه فيها توقعات كده وخلاص وبنرميها في الهواء؟ انا شخصيا استمتعت جدا وانا بحضر الحلقه دي وبتكلم معاك فيها، ولكن زي ما بقول لك مهتم جدا اعرف رايك. وما تنساش كالعاده اللايك والشير والسبسكرايب حقيقي بيحمسونا ان احنا نكمل. ولو حابب تكون واحد من منتجين البرنامج هتلاقي زر الجوين موجود جنب زر السبسكرايب، ولو بتتفرج على الموبايل هتلاقي اللينك موجود في اول كومنت وفي الديسكربشن. شكرا جدا للمتابعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه، يلا سلام.